يعني أكيد هتظل النقطة أو من النقاط الجوهرية في الخلاف بين الإسلام والمسيحية الحالية، المسيحية بالمفهوم الحالي، من هو المسيح. من هو المسيح دي نقطة جوهرية جدا في الخلاف بين المسيحية والإسلام. تعال نشوف الشماس رفيق هيقول ايه، وهيقول المسلمين فاهمين المسيح ازاي والمسيحيين فاهمينه ازاي، ومين هم اكثر صوابا او الصواب على الاطلاق. نسمعه بعدين، نخلي التعليق في الاخر. تعالوا بقى نعرف مين هو السيد المسيح. المسيح ده في المسيحية، مش عايز اقول كده، المسلمين عرفوه بشكل ما يلخبطش عننا. احنا بقى طوائف المسيحية، كل طائفة من الطوائف بيفسر على كيفه. ليه بقى؟ من هو الذي يتصارع ويتفلسف أكثر؟ مين يقعد يلعب في اللاهوت ويلعب في الناسوت ويلعب مش عارف مين في ايه؟ هو في ايه؟ المسيح جه وهو كلمة الله في الجسد علشان يرفع الإنسان إلى الله الغير مرئي. خلصت. ليقدسنا فالله الآب. ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين، جميع الناس اللي عرفت المسيح يعني، ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. أفسس 3:17. حرام عليكم، ده حتى الأديان اللي بره إحنا لخبطناها. لكن كل واحد بقى من الطوائف خايف على نفسه، خايف على السبوبة. أنا تابعي ناس، فأنا هتفلسف وأقول حاجة معينة، والتاني يتفلسف ويقول حاجة معينة، وأخذ المسيح شكل مختلف خالص. نار احوس. لدرجة إن إحنا دلوقتي كمسيحيين مفيش حد بينادي غير المسيح. أنا مش بربطكم، دي كارثة. فين هو الله الآب؟ بخ. إحنا كده وأنا توسيني ليه؟ لأن إحنا تهنا عن معرفة الله الحقيقي. أنا لما أجي في طائفة من الطوائف أقعد أقول إيه؟ مثلا باسم يسوع، باسم يسوع، باسم يسوع، باسم يسوع. وده مش غلط حبايبي. اسم يسوع لما نيجي حتى في تقييم الترديد في حدود، ولكن هو المفروض اللي يتمجد ويكون كل حاجة ليه الأكتر هو الله الآب. الله الآب بقى اوكي اختفى، ما عادش فيه خالص. حد بيصلي فين؟ اذكروا كده بكلمة فين؟ عقبال ما نفتكر مين هو الله، احنا نسيناه. لأن بالتشوهات اللي وصلت لنا احنا شوهنا الله. فبقت الأديان التانية يقول لك بصوا شوية الوبي. طبعا عندهم حق طبعا. ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأصلون متأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. هو ده المسيح كلمة الله، جاء
عشان يوصلنا إلى الآب السماوي لنتحد بيه، لأنه غير مرئي. غير مرئي. أنا أجي أرجع وأقول إيه؟ أنا هصلي للروح القدس ولا هصلي بس الابن؟ ولا في ناس تانية دلوقتي واخدين صف إيه؟ بس نصلي 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 كل ثانية بس نصلي بس نصلي. طب الصليب عبارة عن آلة اتصلب عليها المسيح. طب لو الآلة دي خشب، هي كانت خشب. لو كانت حجر، باسم الحجر باسم الحجر باسم الحجر باسم الحجر، أنا بقول كده باسم الحجر باسم الحجر، وقلبت إنسانية، قلبت إنسانية. طب لو الصليب ده كاوتش، يا واد يا كاوتش، باسم الكاوتش باسم الكاوتش باسم الكاوتش. طب الكاوتش داخلي ولا خارجي؟ الجنط الداخلي ولا خارجي؟ ايه ده؟ اسم الله عليك يا حبيبي، هي دي اكتر كلمة المفروض تتردد. اسم الله القوي، اسم الله عليك يا حبيبي، اسم الله عليك يا ابني. بيقولوها برضو المسلمين، اسم الله عليك يا ابني، وبعض الأديان التانية اسم الله عليك يا ابني. حتى الحاجات دي بسم الله، الحاجات اللي هي استخدام الإشارات دي تأليف احنا مألفينها. مفيش رسل كانوا بيعملوا كده، رسل ايه؟ تأليفات، تشويهات في الديانة المسيحية. يوحنا 17: لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم وهم قبلوا وعلموا يقينا إني خرجت من عندك وآمنوا إنك أنت أرسلتني. حتى لما المسيح حل عليه، لما الروح القدس ظهر، في مثل حمامة، كانت الحمامة يعني هو ده ظهور فقط، هو ما حلش على المسيح، هو أساسا كلمة الله. يبقى أساسا إحنا مسيحيتنا باظت لو إحنا قلنا إنه حل على السيد المسيح. دي كارثة، كارثة. المسيح كلمة الله، جه الكلمة عشان يرتقي بكل واحد مننا يبقى مسيح آخر يرتفع إلى قطب الله ببساطة. في يوحنا 20: قال لها يسوع: لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. الكلمة الذي في حضن الآب، هو خبر عن الله الآب، يعلن الله الآب مجده في المسيح. في متى 26: ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. بيتكلم عن ألم السيد المسيح نفسها، إنه في الجسد ويتألم تألم كامل، بيئن. فلتعبر عني هذه الكأس ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. وفي 42: وصلى قائلا: يا أبتاه إن لم يكن أن تعبر عن هذه الكأس إلى أن أشربها فلتكن مشيئتك. قال برضه على الصليب في مرقس 15: وفي الساعة 9 صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إلهي إلهي لماذا شفقتني؟ الذي تفسيره: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ عضت يا الله كلمتك فيا. هذا هو تفسير كلمتك اللي أنا جاي أعلن عنها للناس. ده حتى بيقولوا على الصليب كلمة الله بتخاطب الله وتظهر
محبة الله، بتقول لهم ايه؟ بتقول له ايه؟ اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. حتى صعبان عليه يدين الناس اللي تحت الصليب دول. أي كمان بقى مرقس 12 أجابه يسوع إني أول كل الرسل هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. يوحنا 5 أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا كما أسمع أدين ودينونتي عادلة، لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني. يوحنا 13 حق أقول لكم إنه ليس عبد أعظم من سيده. لوقا 4 قال لهم إنه ينبغي لي أن أبشر المدن الأخرى أيضا بملكوت الله، لأني لهذا قد أرسلت. يوحنا 8 ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمتكم بالحق الذي سمعه من الله. إيه تاني؟ في يوحنا 20 قال لها يسوع لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي وإلهي وإلهكم. يا جماعة احنا محتاجين نعيد بلورة كل حاجة عندنا فيه. بص، طول عمري بقول ان اللي حط بعض الافكار في المسيحية جنى على المسيحية، جنى عليها تماما. لكن اللي حط فكرة الثالوث ده بقى يعني كان سريع في القضاء على المسيحية. فكرة الثالوث زي ما قال عمنا منقذ السقار المعضلة التي ليس لها حل، ما لهاش حل، مستحيل. فكرة الثلاث آلهة ان يبقى في إله آب وإله ابن وإله روح القدس، دي فكرة معقدة وطبعا تنافي مبدأ التوحيد. لكن الأغرب والأصعب والشيء المستحيل اللي مخالف للمنطق والوجدان ان يقول لك التلاتة واحد. طبعا هم حاولوا يفسروها بعد كده بتفسيرات عدة هرطقة بعد ذلك. يقول لك هو الأول كان آب، وبعدين مش عارف حل بقى الابن، وبعد كده بعد ما مشي الابن بقى الروح القدس. فالتفسير مش جاي. وبعدين قال لك بقى اضربوا بعض التشبيهات، يقول لك زي الإنسان عقل وروح وجسد، والشمس حرارة ودفء ومش عارف كتلة. طبعا كل الحاجات دي هرطقة بالنسبة لمفهوم المسيحية، لأن الثالوث زي ما هم بيشرحوه 3 ذوات مختلفة، 3 كينونات مختلفة. ده كينونة، ده كينونة، ده كينونة، 3 أشخاص مختلفة. وإنما يتفقوا بس في الطبيعة، طبيعة إن ال3 آلهة. زي ما أجيب 3 بشر، علي، محمود، خالد، ده غير ده غير ده، لكن يتفقوا في الطبيعة الإنسانية. لما ما عرفوش يجعلوا يسوع إله أو الفكرة يعني مش جاية، بدأوا يعملوا حاجة غريبة جدا واعترف بيها نقاد الكتاب المقدس أنفسهم. بدأوا يدخلوا نصوص اللي احنا عندنا بنقول عليها تحريف. ما هو التغيير في النص لو بكلمة يبقى تحريف، لو حرف يقلب الدنيا يبقى تحريف. فبدأوا يدخلوا نصوص من عندهم لتدعيم الفكر اللاهوتي عشان يدعموا فكرة ان يسوع إله. وبعدين
اصطدموا بان الاله هيعمل عمايل البشر، اكل وشرب وحمام ونوم والكلام دوت، وبعدين هيصلب وقبلها هيتضرب والكلام ده. قالوا لك الاول الناسوت لا يفارق اللاهوت طرفة عين، وبعدين قال لك اصل هو نزل، لما نزل على الارض بقى انسان كامل وبشري كامل. لو جمعت بقى كل الكلام اللي اتقال عن اللاهوت في المسيحية وحطيته في ورقة في بنود 1 2 3 4 5 وانت نازل، وبعدين تقراهم، والله العظيم قسما بالعلي العظيم الله منطق، كل واحدة تنافي التانية وكل واحدة تناقض التانية. كمان يظهر لأي باحث عنده يعني نص بصيرة ربع بصيرة في نصوص الكتاب المقدس. يعني لو قلت لك تعالى نتعرف على يسوع من الكتاب المقدس، يظهر له تمام الظهور اللي انت بتتكلم اصلا على بشر. كل النصوص يسوع بيعلن فيها انه انسان ولا شيء غير انسان. وهقول لك النص: ليعرفوك انك انت الاله الحقيقي وحدك. كلمة وحدك دي لو حد عنده يعني انا بظن دايما ان هم مش بيقروا الكتاب المقدس اساسا. ليعرفوك انك انت الاله الحقيقي وحدك، انتهت. وحدك. لو انا بعرب النص على انه نص عربي خالص، وحدك دي حاله انه وحيد متفرد. وبعدين نروح مكمل النص عشان لا يدع مجال للقيل والقال، ويسوع الذي ارسلته. يا في عاوز ايه انتهى. لكن يعني انا بقول لك النص ده كفيل انك تعرف ان يسوع بشر. ايوه طبعا بشر عظيم ونبي من انبياء اولي العزم الخمسه اولي العزم والكلام ده، لكن في الاخر بشر. لكن اللعب في الوهيه يسوع وفكره ان يطلعوا يسوع اله، بقول لك قاضت على المسيحيه تماما. مش عارف، عندي ظن كده، ظن اديني بقول ظن، فكر، رؤيه، ان اللي حط الافكار دي كان متخيل ان البشرية هتسير على وتيرة واحدة من العلم، مش هتتقدم بالعلم لهذه الدرجة. يعني مش هتوصل لهذه الدرجة من العلم والفهم والبحث والاستقصاء والتفحيص وكل الكلام دوت. فالفكرة تناسب مجموعة متناثرة قليل العلم، ممكن يخيل عليهم بعض الكلمات، لكن مع هذا التقدم الرهيب وظهور كل الافكار وظهور كل الاديان وان البحث بقى متاح للكل، مستحيل فكرة ان في كائن يعني يبقى اله وانسان مع بعض، ده شيء مستحيل خالص. وبقى بدأنا نطرح عدد من الأسئلة الرهيبة. هو يسوع كان فين قبل ما يتجسد في رحم العذراء؟ كان فين؟ طب هو كان امتى؟ طب بص بقى، دخلنا في نقط كل الإجابات عليها هتديك إلا منطق. ولذلك أنا بقول للأصدقاء المسيحيين: انت في هذا العصر انسان محظوظ جدا جدا جدا. ليه بقى؟ كل وسائل البحث متاحة لك. انت مشكلتك اللي انت ما بتقراش الكتاب المقدس. امسك الكتاب المقدس، اقراه بعناية بدقة. هات انت دلوقتي عاوز تتأكد ان يسوع اله،
هات الكتاب المقدس وهات كل النصوص اللي انت بتقول انها بتدعم لاهوت المسيح، ان يعني من خلال النصوص دي اللي انت بتقول ان يسوع اله، هاتها كلها وامسك ورقه وقلم واكتبها. اكتبها، انا بقول لك اكتبها، وامسك نص نص. هتستغرب جدا 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 ان كل نص وكل عباره وكل جمله انت معتقد ان هي بتدعم ألوهية يسوع اتقالت على حد تاني. فلو اعتبرت ان يسوع اله عشان النص ده، يبقى هتعتبر التاني اله. بص انا بقول لك يقيني. وبعد كده هتعمل ايه بقى؟ هتجيب ورقة تاني فاضية وهتكتب فيها كل النصوص اللي بتقول ان يسوع اله. بص هتلاقي ان النصوص دي اكتر من النصوص اللي انت بتظن انها بتدعم فكرة لاهوت يسوع. هتلاقيها اكتر بكتير، وهتلاقيها مباشرة، ما فيهاش استنتاج ولا استنباط. كنت سمعت فيديو للبابا شنودة، حد بيسأله هو يسوع قال عن نفسه اله؟ فقال لك لا، ما قالش على نفسه اله. طب احنا عرفنا ازاي انه اله يا رأس الكنيسة؟ قال لك بالاستنتاج، بالاستنباط، لانه عمل اعمال ما يعملهاش الا الاله. بالمناسبة لو جبت الاعمال اللي عملها يسوع فانت بتعتمد عليها بناء على هذه الاعمال ان يسوع اله، برضه هتستغرب جامد جدا وهتتعجب جامد جدا. ليه بقى يا حبيب قلبي؟ ليه؟ لان كل الاعمال دي هتلاقي حد تاني عملها، بمفهوم احياء الموتى، بمفهوم الصعود للسماء، بمفهوم الشفاء، بما فيهم. فلو اعتبرنا يسوع اله بسبب هذه الاعمال، يبقى تعتبر الاشخاص التانية برضو الهة. وبرضو بختم الفيديو ان اللي حط فكرة الوهية يسوع او فكرة الثالوث يعني انهى المسيحية تماما. اسأل الله للجميع الهداية، اسأل الله للجميع الهداية. الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طول عمري بقول أن الثالوث المعذرة التي ليس لها حل، وبقول اللي حط فكرة الثالوث في النصرانية يعني قضى عليها عقلا ووجدانا. نسمع الشماس رفيق ونعلق بعد الفيديو. ما هو سبب عدم توافق جميع الطوائف المسيحية في تعريف الثالوث واللاهوت؟ عشان كل واحد يتفلسف ويعقد الموضوع أكتر، عشان كل واحد يكون عنده مجموعة الجهلة ومجموعة المثقفين شوية والمجموعة اللي أعلى، ويسيبوا الناس كلها تضرب دماغها في الحيط. فرق تسد. هو عايز يكون عنده مجموع فيتفلسف. مش مهم الناس نفسهم اللي التابعين ليه يكونوا فاهمين او مش فاهمين خالص. هو نفسه حمار، الارثوذكس نفسه حمار، او الكاثوليك او الانجيلي او الشهود يهوى، كل واحد اساسا بيهبل ويجيص هبل. هو القصه كلها انه عايز ياخد المجموعه دي فيروح معقد الدنيا. اللاهوت مقارن بقى وبتنجاني ومجامع خلقدانية ومجامع بتنجانية ومجامع نيقية ومجامع مش عباس رمطية. مفيش حد من الطوائف دي حسب قلب الله. الطائفة اللي المفروض توصل الناس لله المفروض تكون بسيطة جدا في تفسير معنى ألوهية المسيح والروح القدس وارتباطهم واتحادهم بالله. لو هم كلهم اتحدوا البزنس راح. مش بهزر،
ما هي دي فرق تسد. كل واحد يقعد يفتي، عارفين العبور الكنز، كل واحد يقعد يقول لك انا عايز اقول حته اللاهوت بالطريقه دي. واحد يقول لك اصل العذراء البيضه والقشره اي حد عايز يقول حاجه بيقول. لكن المصيبه الكبرى هي ايه؟ لازم تفهموها. كل واحد من الطوائف ليه غرض انه ياخد مجموعه معاه ويشفط بقى دم المجموعه دي من الماديات والتبعيه. الفكرة مش فكرة فرق تسد بس، ولا الفكرة فكرة مكاسب مادية، ولا صراع طوائف. انا بكلم رفيق. الفكرة اشد من كده بكتير جدا، اشد من ده اكيد. الفكرة كلها تتمثل اللي انت حاطط عقيدة لا يقبلها عقل ولا وجدان. لما تقول لي ان الاله ثلاث اقانيم، فاسألك يعني ايه ثلاث اقانيم؟ تقول لي ثلاث ذوات، ثلاث اشخاص. الاله ثلاث اشخاص، فيعني انت كده مشكلة. الاله الاب والاله الابن والاله الروح القدس. فاقول لك طب ازاي؟ تقول لي لا اصل هم بيشتركوا في الطبيعه الالوهيه ان كلهم الهه. اقول لك يعني هم حاجه واحده؟ يعني هم صفات ثلاثه؟ تقول لي لا مش صفات، كينونات ثلاثه، اشخاص ثلاثه. ده يختلف عن ده ويختلف عن ده. افتكروا شرح الانبا رفائيل لما عمل المثلث. فطبعا انت كده بتقول كلام في اللا منطق نهائي، يعني في اللا عقل. ومستحيل الله سبحانه وتعالى ينزل دين يضاد العقل او يضاد الوجدان. انت بتقول لي في 3 آلهة وبعدين تيجي تقول لي ال3 آلهة واحد. وبرضه بتكلم الاصدقاء النصارى عشان ما حدش يرد عليا في التعليقات التعليق اللي هيعتبر هرطقه، لما يجي يقول لي لا انت مش فاهم 3 اقانيم زي انسان واحد، روح وعقل وجسد. اقول له انت مهرطق، اوعى تقول الكلام ده عشان هتبقى مهرطق. لا يا عم انت فاهم دينك غلط. دي المسيحيه الشعباويه المصدره للشعب المسيحي الساذج غير المثقف غير القارئ. لكن عند رجال الدين، وروح اتاكد منهم او روح اقرا كتابهم، ان هم 3 اشخاص مختلفه. الاب غير الابن غير الروح القدس. الاب الابن الاله المولود، الروح القدس الاله المنبثق. الاب اله لا مولود ولا منبثق، وده كينونه وده كينونه وده كينونه تاني. اذا كانوا بيشتركوا في حاجه واحده بس، الطبيعه الالوهيه. زي ما يكون عندك خالد وعمرو ومحمود، ده شخص وده شخص وده شخص، بيتفقوا بس ان ال3 من نوع واحد، اللي هم ان ال3 بشر. ده المفهوم الثالوث. ربنا يهدي الجميع. لو الاصدقاء النصارى قرأوا هتفرق معاهم كتير جدا. اتمنى للجميع الهداية. شيء طبيعي ان الكلام عن لاهوت المسيح يكون محل شد وكذب، ويكون محل نقاش يعني لا ينتهي ولن ينتهي، لان الفكرة غير منطقية، غير واردة على الاطلاق انك تقول لي عن المسيح اله كامل وانسان كامل، وان لاهوته لم يفارق ناسوته طرفة عين. لكن هنسمع الشماس رفيق وازاي الكهنة اتضايقوا من تفسيراته، وبعدين نرجع نعلق في الاخر. ابتدى بقى الكهنة يشيطوا، بيولعوا، والأساقفة والرهبان. قال لك الواد ده بيلعب في عداد عمره، في عداد عمره. قرب ناحية لاهوت المسيح، قرب ناحية لاهوت المسيح. طيب تعالى نراجع ونأكد أنا بقول إيه. في يوحنا 20 بيقول إيه؟ ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. حاولوا تعينوها من الإنجيل دي، قطعوها بقى ولا مش عارف نعمل فيها إيه. طيب أقول تاني
بشكل تاني. من هو المسيح؟ لما جيت اتكلمت على السيد المسيح قلت ان هو كلمة الله في الجسد، ليكون انسانا كاملا في الجسد، لكي يكون الكل في المسيح. يعني الكل ياخد صفات المسيح ويصل الى الكمال، لانه الله غير مرئي، ويصل الانسان الكامل ده بعد كده الى قلب الله. هو قال انا الكامل مسيح، قال كده انا في الاب والاب فيا، والا صدقوني من اجل الاعمال. فانا لما جيت اتكلمت وقلت احنا بنقوله غلط ان الله اتصلب ومات، انا اتكلم على الناسوت، اتكلم على الناسوت. ما ينفعش ان احنا نقول الله مات واتصلب، نقول السيد المسيح الانسان، السيد المسيح الانسان الكامل في الله مات واتصلب. مش كده ولا ايه؟ الانسان السيد المسيح اللي هو كان بيقول يا اباتي ان اردت ان تعبر عني هذه الكأس. هو نفس القصة. لما نيجي نتكلم على السيد المسيح وهو بيقول لماذا تدعوني صالحا، لو انتوا عايزين تعتبروها سؤال ما تعتبروها سؤال. ده انا بقول لكم المسيح كامل، انتوا بتاخدوا كلمة لماذا تدعوني صالحا. طب ما انا اتكلمت وقلت كمال الله حطه في شخص المسيح ليكون انسانا كاملا. اعمل لكم ايه؟ ارحموني يا جدعان. فارجو ما تعوموش على عم الكهنة، لانهم هم كده بيفرفروا. يا واد يا فرفور، بيفرفروا. لما جبت سيرة رئيس الكهنة الذي رفض السلام مع إسرائيل، هديت المعبد عليه. لما جبت سيرة التحرش الستات اللي حصلت من رهبان أو كهنة أو أساقفة، هل أنتم على دراية بأن الأنبا رفائيل مأمن نفسه، عنده ملجئين ومأمن نفسه ماليا، والأنبا مش عارف يوسف والأنبا ديفيد والأنبا بطرس والأنبا أرمية الذراع اليمنى لأمن الدولة. الأنبا أرمية الذراع اليمنى لأمن الدولة في مصر، عنده فلوس مع بص ما تعرفش تعد. الأنبا أرمية والأنبا بسنتي والأنبا مرقص، أقول مين ولا مين؟ والأنبا بيمن بتاع نجادة، ده عنده أسهم في قرى سياحية. الأسهم دي بتجيب ما يقولكوش أرقام إيه، وعنده محلات سياحية في الغردقة. ما هو الثلاثي المرح برضو بيمن، على زي ما قد ما سمعت الأسقف بيمن والأسقف يؤنس والأسقف غبريال، الثلاثة دول إخوات. حد كان بيقول لي كده يعني، قلت له انا كنت عارف ان الانبا غبريال والانبا يؤنس اخوات. قال لي لا، ما هو التالت بتاعهم بيمن. كل واحد مظبط نفسه. انا ما اعرفش حاجه عن الانبا غبريال خالص، بس ارجع اقول لكم مين من الاساقفه ما عندوش فلوس؟ مين؟ ده عندكم ابونا كمان داود لمعي، ده بطرك الكنيسه، ده بيلم فلوس. ده يا نهار ابيض، صعب كتير قوي.
المشكلة ان احنا كلنا لازم ندعي السذاجة، لان السذاجة دي هتقودنا ان احنا نديهم تاني فلوس ونكبرهم وننفخهم. فخدوا بالكم، خدوا بالكم من الحتة المهمة اوي اوي دي، ان احنا لما يكون عندنا رأي نفكر، افرض انا بقود كل غلط، فكر في كلامي، ما تصدقش رفيق 100%. خد كلامي وانا بدي كوباية الخيط، لف بقى، لف وشوف ودور وابحث. انا من شوية كنت منزل بوست على بنت كانت بتهاجمني، بنت من اسكندرية. البنت دي زي ما قلت في فيديوهات قبل كده ان فكرة الثالوث او فكرة الناسوت واللاهوت طبعا بقى اتدخل معاها الاب والروح القدس، فكرة مستحيل يقبلها عقل ولا وجدان. لكن لو الشماس رفيق بيتكلم ان لما بدأ يشرح ان يسوع مش هو الاله وان النصوص بتتكلم كلام غير كده، بدأ الكهنة يزعلوا. طيب دلوقتي احنا عندنا مجموعة من النصوص في الكتاب المقدس، في الانجيل بالذات. كل النصوص ديت بتقول ان يسوع انسان. هنوديها فين؟ هنوديها فين؟ هنودي نص مثلا اللي بيقول ليعرفوك انك انت الاله الحقيقي وحدك، ده هنوديه فين؟ وبعدين هنودي تكملة النص ويسوع الذي أرسلته، هنوديه فين؟ هنودي فين النص اللي بينفي ان لا احد يعلم الساعة؟ مفيش حد يعرف الساعة، مفيش حد، ولا الابن. هنودي النص ده فين؟ يجي يقول لك اصل الاله لما تجسد في يسوع ونزل على الارض بقت معلوماته صفر. صفر ايه؟ يعني لما نزل الارض بقى ناسوت بس؟ نيجي نقول لهم طب اللي مات على الصليب، ما هو بالعقل برضو. يعني انت تتصور ان الاله يقبض عليه ويساق، والبشر اللي هم المفروض عبيده يضربوه ويقطعوا هدومه ويبصقوا عليه ويرفعوه على الصليب ويدقوا المسامير في ايديه ويصلبوه ويموتوه؟ ايه ده؟ يعني ده ممكن يقبله عقل؟ اله يفعل بيه كل هذا؟ تقول لي يا عم انت مش فاهم حاجة، ما هو بيعملوا بيه كده هو بمزاجه. يا سلام، كل الاهانات دي بمزاجه؟ صفة الله سبحانه وتعالى، حاشا لله رب العالمين ان يهان، يبصق عليه، تقطع ملابسه. يعني يا جدع ده ايه دوت؟ يصلب؟ اله يصلب؟
طيب لما الاله اتصلب ومات، مين اللي كان بيدير الكون؟ هتقول لي الاب، هقول لك يبقى انت في اتنين، يبقى كده اتنين. ما تقوليش بقى اله واحد امين، ما تقوليش بقى العبارة دي خالص، كلام قلت قبل كده في فيديو سابق. هات كل النصوص اللي انت بتظن انها بتدعم فكرة لاهوت المسيح، وهات كل النصوص اللي بتقول المسيح انسان. اول حاجة هتلاقي النصوص اللي بتدعم لاهوت المسيح زي ما علموك نصوص غير مباشرة خالص، بل بتلوي عنق الجمل، بتلوي عنق الجمل بالعافية عشان تقول اهو اله. وهتلاقي النصوص اللي بتقول يسوع انسان نصوص مباشرة ما فيهاش لعب ولا فيها لوي ولا فيها تأويل ولا رمزية ولا الكلام ده. العجيب الغريب بقى لما نرجع للنصوص اللي انت بتعتمد عليها في تدعيم لاهوت المسيح، هتلاقي شيء غريب جدا. هتلاقي ان هذه النصوص قالوا عليها انها بتدعم فكرة لاهوت المسيح لسببين: ان يسوع اتوصف بصفات اعتمدوا عليها ان يبقى الصفات دي للاله بس، وانه عمل اعمال ما يعملهاش للاله بس. لو انت تفحصت الكتاب المقدس كله هتستغرب، هتلاقي كل الجمل اللي انت بتعتمد عليها في لاهوت المسيح نصفت او وصفت لناس تانية. يبقى زي ما بتعتبر يسوع اله تعتبر الناس التانية اله. حتى الاعمال اللي انت بتقول على اساسها زي شفاء المرضى، زي احياء الموتى، زي الصعود للسماء، غيره غيره غيره، هذه الاعمال اللي انت بتعتمد عليها عشان تثبت لاهوت المسيح ناس تانية عملوها. الناس التانية آلهة؟ يا أخي يكفي إن الخناقة على يسوع في عصره مش هو إله ولا نبي، مفيش خناقة كده. فكرة ألوهية المسيح لم تترك ذهن أحد أساسا. ده الخناقة هو نبي ولا مش نبي، هو نبي ولا مش نبي. الخناقة كانت كده، اللي كذبوه في النبوة، هو قالوا عليه مش نبي، واللي صدقوه على اساس انه هو نبي. لكن فكرة لاهوت المسيح دي فكرة جت في القرن الثاني والثالث بالمجامع، زي ما قال رفيق، قعدوا مع بعض. بص قبل المجامع ديت ما كانش في حد بيقول ان يسوع اله اساسا، الفكرة مش موجودة اساسا. قعدوا مع بعض مجموعة كبيرة واتفقوا، واللي قال ان يسوع انسان ونبي خلصوا عليه والعملية خلصت. خلاص يا جدعان احنا طلعنا بقرار ان يسوع اله. دي الفكرة كلها. طيب انت تعمل ايه يا صديقي المسيحي؟ يا عم بقول لك اقرا كتابك المقدس، ولا بقول لك تعالى اقرا عندنا. امسك كتابك المقدس اقراه يا اخي، هي اذانش دينك. طلع ورقه وقلم وطلع ورقتين وهات النصوص اللي بتدل على ألوهية يسوع، او اللي انت بتعتمد عليها او اللي قالوا لك عليها هي دي بتدل على ألوهية يسوع، وهات النصوص التانية اللي بتدل على ان يسوع انسان. ابدأ بص على النصوص اللي انت بتعتمد عليها على ألوهية يسوع، هتلاقي كل الصفات وكل الاعمال منسوبة لناس تانية. لو يسوع اله عشان الصفات دي او الاعمال دي او الجمل دي، يبقى الناس التانية الهة كده، بقت زوجة الهة، انتهت الدنيا. اعمل عقلك شوية يا اخي. كل هذه الجمل ما فيهاش انا يسوع اله. هل اصل العقيدة يسوع هيسيبك ما يقولش انا اله وخلصت انا اله؟ ما يعني ايه يعني؟ اعمل دماغك. كيف يكون ناسوت ولاهوت في وقت واحد ويحصل فيه كل اللي حصل ده؟ هو في اله بينام ويشرب ويقوم ويصلب ويتضرب ويعمل حمام والكلام ده؟ ما هو بالعقل. يعني العملية مش محتاجة شغل عقلك. ربنا يهدي الجميع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.